اعتقال أمهات عازبات جزائريات في تونس يبيعون أطفالهم. محكمة تونسية تقضي بسجن جزائرية وتدرج أخرى بالتفتيش بتهمة الاتجار بالبشر. إليكم التفاصيل. في قضية أثارت الرأي العام، كشفت السلطات التونسية تفاصيل واقعة صادمة تتعلق بولادة امرأة جزائرية لطفل في مستشفى القصرين وتسليمه لاحقا إلى مواطنة جزائرية أخرى غادرت الأراضي التونسية فور استلام الرضيعة. وحسب ما أوردته إذاعة موزايك عن الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري، أصدرت المحكمة الابتدائية 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق الأم الجزائرية وعوني حراسة بالمستشفى، كما تم إدراج سيدة جزائرية أخرى بالتفتيش في علاقة بالقضية نفسها بتهمة تكوين وثاق بقصد الاتجار بالبشر. أثارت القضية استياء واسعا في الأوساط الشعبية والحقوقية وسط دعوات لتعزيز الرقابة داخل المؤسسة الصحية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.